النور مرتضى منصور، قوم النور مرتضى منصور. بنحبك يا ريس، بنحبك يا ريس. قوم النور مرتضى منصور. بنحبك يا ريس، بنحبك يا ريس، بنحبك. بعدين نقول اللي عايزه. طبعا انا متربي فيها. كنت راجل نار عين في 2014. انا بحبك. اخبار باشا ايه؟ تمام ايه؟ دمه زيك. معالي المستشار. دمه زيك. يا مصر حبيب قلبي، ربنا يرفعك. جالي مرشحين، يعني اول مره يبقى في مرشح رايح مرشح يقول لازم تنسى. الرمل من غير وصول منصور مش هينفع. انا شكرت جدا 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 وشكرت كل اللي جولي، بس انا ليا طب الانتخابات طب انا جاي في العالم كل المرشحين عاملين فوق دماغي. اتمنى الدوره اللي فاتت اللي حصل فيها ما يحصلش الدوره. بمعنى ايه؟ انا بحط في صندوق ماشي، بحط في صندوق مرتضى يطلع مرتضى، في صندوق مرتضى يطلع محمد او علي. ما دام يا جماعه مش كده، سيبوا الناس تنتخب. في مشكله اللي كانوا نواب قبل كده يمكن مش هيقابلها النواب الاعضاء المرشحين الجداد. ليه بقى؟ النائب القديم اول ما اقول سوف اعمل الدايره هتقول له لا انت ما عملتش خلاص. انما الجديد لو قال سوف اعمل ممكن يصدق. فانا اتمنى كل مباراه انتخابيه محترمه. الفيلم بتاع الدوره اللي فاتت يا باشا ثانيه واحده، الدوره اللي فاتت للاسف هنفترض فيه 30 مرشح في 30 قريه. انا قريتي ما شالوش، امنع ال 29 يخشوا قريتي ازاي؟ شغل بلطجه يا جماعه. سيبوا المرشحين، وانا اول واحد واقول اهو كل الزملاء الافاضل ستات ورجاله مرشحين يجوا قريتي جوزت ربنا معاك. معالي المستشار. ثانية واحدة أكمل. أكمل. عندي 29 مرشح من قرى تانية، أقول له لا ما تخشش قريتي. يا جماعة في قرار إنه أي مرشح خلاص. إنما الجديد لو قال سوف أعمل ممكن يصدق. أنا أتمنى كل مباراه انتخابيه محترمه. الفيلم بتاع الدوره اللي فاتت يا باشا ثانيه واحده، الدوره اللي فاتت للاسف هنفترض فيه 30 مرشح في 30 قريه. انا قريتي ما شالوش، امنع ال 29 يخشوا قريتي ازاي؟ شغل بلطجه يا جماعه. سيبوا المرشحين، وانا اول واحد واقول اهو كل الزملاء الافاضل ستات ورجاله مرشحين يجوا قريتي جوزت ربنا معاك. معالي المستشار. ثانية واحدة أكمل. أكمل. عندي 19 مرشح من قرى تانية، أقول له لا ما تخشش قريتي. يا جماعة في قرار إنه أي مرشح من دخول قريته هيتشتم. ليه؟ القرى مفتوحة لكل الناس. سيبني اجي اعرض برنامجي والسي بتاعي على قريتك. فده حصل السنه اللي فاتت. فما نبه اللي عمل الكلام ده السنه اللي فاتت السنه دي. انا بشكر طبعا الهيئه الوطنيه بصراحه، المستشار حازم بدوي والمستشار احمد البنداري، حاجه راقيه جدا في تنظيم العمليه الانتخابيه. مش عايزين احنا نبوظها بقى بالبلطجه. ادي واحد. بشكر طبعا كذا وصور. هتصور معاك. الجمله عايز اتصور معاك. طيب الطريقه
المعامل دي على مستوى الجمهوريه بتحمل تكشف بطنك تكشف نفسك. وبعدين الحاجه الجميله اللي انا حاضر والله حاجه جميله اللي انا صورت معاك هتبقى صوره تاريخيه للعالم. ماشي. لحظه يا ريس. لقيت ايه؟ هم بياخدوا عينه البول في مرايه. في مرايه ليه؟ انا انبسطت ليه؟ عشان التلاعب. في ناس بتبقى داخله بالجاهل وتحط ده مكان. الانتخابات تبقى محترمه على مستوى مصر. وانا كنت متردد انزل لولا الرئيس قال ايه؟ لا كان نفسي اشوفك من زمان. عايزين اللي الناس تنتخبه هو اللي يطلع، وده شيء جميل جدا جدا. يمكن احمد خلاص قدم امبارح في عبوده وديزايرس عضو مجلس النواب. لكن طبعا الدوره اللي فاتت لا كان في فوق يا اداره الفن العالي. نفسي نكون نفسي اتصور معاك. بس الصوره بفلوس. الصوره بفلوس. اقول لك على حاجه. ثانيه واحده. ثانيه بس يا حسن، بس عشان ثانيه يا استاذ، بس ثانيه بعدين. دماغه دي فن. طب ثانيه. ليه؟ عشان قبليها انا طالع الاول على كل دوائر مصر. هي ولا غبي بيزور. مش ممكن الانتخابات اللي بعديها مش عارف اطلع السابع على مدرام، السابع على مدرام. يعني انت ابنك مثلا بعد امتياز 5 سنين من كليته تمام؟ سيد في كل المواد. مش ممكن. ليه بقى؟ انا قريت 11000 اللي يا باشا. قريت 11000. لحظه يا الطب من غير تقفيل ولا بتاع. الناس بتحبني الحمد لله عشان المشروعات اللي انا عاملها. معقول اخد 9000 كنت خدتهم 20000. معقول اخد 9000 في 60 قريه؟ ده انت مزور فاجر مجنون. تمام؟ لا يا جماعه ما ينفعش. سيبوا الناس تنتخب. الناس حضرتك بتمثل اراده كام؟ 68,000 تقريبا؟ لا 680,000 متغمر. حضرتك بتمثل انت واحد في 680,000 بتوع متغمر وتسقط ده وتنجح ده. وبعدين يا ريت بقى ايه؟ يعني تهمد وتسكت. جبت لي عيلين قعدوا يقولوا يا ساقط يا ساقط. ده انتوا بتهرجوا بقى يا راجل. ده انت عارف ان انا مكتسح الانتخابات برضه الدوره اللي فاتت. اتمنى اللي حصل الدوره اللي فاتت لا يتكرر. واحنا واخدين وعد من السيد الرئيس. لا طيب يخلص وبعدين ندخلها. لا يتحط في صندوق هو اللي هيتصدق. انت ليه مع المستشار دايره متغمر؟ خد المايك عشان مع المستشار له رمز ايه؟ المستشار وانا قدمت يا ابني يعني المستشار بعد رحلته الطويله في الزمالك. حضرتك يعني ليك باع طويل عن دائره متغمر، وزي ما احنا عارفين ان انت اكتسحت كذا مره في عن دائره متغمر. ايه اللي في جنبتك لمتغمر هتقدمه في الدائره؟ سنه 2000 في عز جمهوريه الحزب الوطني. الله يرحمه كمال الشاذلي. الله يرحمه احمد عز برضه. مصطفى الشريف. متغمر وقفت طلعت كلها قرى المدينه ودقدوس واسقطت امين عام الحزب الوطني. عز جمهوريه الحزب الوطني واكتسحت انتخابات ونجحت. فهي دي متغمر. الانتخابات اللي هي بتاعت 2014 نفس القصه. ستات جمال شبان جمال رجاله شيوخ كله طلع وانتخب مرتضى منصور وطلعه الاول على الجمهوريه. هي دي متغمر. فانا نازل الحمد لله. يعني انا عايز منظره ولا عايز شغل. انا نازل عشان اكمل اللي انا عملته. ولو انت سالت انا عملت يعني مثلا متغمر انا اللي عامل الكورنيش انا اللي عامل سكه حديد. الحمد لله كل الكوره عامل فيها كده. ايه المواد الجديده اللي حضرتك؟ فانا نازل انا بس بسالهم فوق دماغي والله محترمين. حضرتك عملت ايه المتغمر خلال 5 سنين فاتت؟ لا حضرتك عملت ايه لقريتك خلال 5 سنين فاتت؟ ده السؤال. حضرتك عملت اتفضل وانا اول واحد اسال. حضرتك ما عملتش يبقى شكرا ريح وسيب اللي عمل. ولنا معاك يا ريس. ربنا يوفقك يا ريس. ربنا يوفقك يا ريس. ربنا يوفقك يا ريس. يعني انا موجود عينت 5000 شاب وشاب تمام. صف صحي مدارس مستشفيات التحجير مراكز شباب ملاعب كلها الحمد لله بفضل ربنا عملته تمام. روحي لنادي متغمر
طول ما انت تلاقي موجود شاشة محدش هيعدي يا باشا. تلاقي شاشة عملاقة الحمد لله بملايين دي معمولة لأهل متغمر. تمام. أنا بقى أنجح ما أنجحش مش مشكلة، يعني أروح يعني لما ربنا سقطوني التسجيل ما رحتش انتهى. ليه؟ لأن قلت لك متغمر دي دايرة متعمر. لا رياضة، لا رياضة. بعد رحلتك الطويله في نادي لا الزمالك لا 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 معالي المستشار، متغمر محتاجة ايه؟ لا لا الزمالك ضاع، لا ضاع. يعني حضرتك هتدعم ملف رياضي في البرلمان؟ بقول لك تاني ايه؟ الزمالك ضاع لما تتسحب منه ارض 11 مليار واخد قروض 2 3 مليار وخسر 46 بطوله السنه اللي فاتت. ما تكلمنيش عن الزمالك. يوسف متغمر في الخمس سنين اللي فاتوا الدوره اللي حضرتك كنت خارج البرلمان فيها. للاسف للاسف مفيش. طب ليه الأرض دي اتسحبت يا مستشار؟ لا مش وقت. ليه الأرض اتسحبت؟ متغمر محتاجة ايه مع المستشار؟ لا متغمر شغل كتير هو متغمر مش متغمر. متغمر مدينه ودقدوس وعندك 60 قريه. خد بالك بتبدا من 100 العز وكفر 100 العز لغايه بقى تخش لمصر فوق. بقول تاني راجعوا نفسيكم. حضرتك عملت ايه في قريتك انت؟ طب حضرتك هتقدم ايه في الاسئله؟ اولوياتك لا متغمر فيها شغل كتير. زي ايه حضرتك؟ هقول لك انا اولوياتك يعني. اقول لك انا. وهل هتكون موجود في متغمر على طول ولا برضه هيبقى لسه لا في ما انا كنت موجود في متغمر على طول. في ناس بس انا كان عندي مبدا يا جماعه الناس عايز تشوفوا مشروع شوفوا في خدمه انما يروح يعز فلان وفلان الناس بتزعل. طبعا ده ما تروحش الناس بتزعل. هنبدا بملف ايه لو دخلنا البرلمان؟ اولويات حضرتك. لا ما اعرفش ال5 سنين اللي فاتوا وايه اللي اتخرب. لسه هنرجع كل قريه تاني وندرس بقى. لا عندنا مثلا المستشفى دي بتاعت الرمل لازم تكمل. وانا واخد وعد من السيد وزير الصحه دكتور خالد محترم جدا رصد لنا الميزانيه شوف الصرف فيه صف ناقص. انا على فكره اللي مدخل الغاز متغمر كان جاي لي زفت عطلته لغايه ما دخلوه من تحت الميه على المتغمر. لا الحمد لله عامل حاجه كتير. عارفين ان حضرتك ليك مقر في قريتك بشلوش، هل كان في طلبات الناس بتقدمها على المقر في 5 سنين؟ صدقت امني بالله ما حد طلب في المتغمر ال5 سنين اللي فاتوا الا ما عملته. الا ايه؟ كان في طلبات بتتقدم. هقول لك مثلا كان عندنا مجموعه من الشباب مجموعه من الشباب اتنصب عليهم داخل من كل واحد 50,000 جنيه. راحوا للساده النواب قالوا لهم احنا مالنا احترام اليوم جولي جبت الراجل اللي نصب قدام فلوس. تمام. هو ده انت بتخدم من غير حاجه. راجل محترم من المتغمر اتقبض عليه راح النيابه العسكريه. تمام. 24 ساعه كنت بتطلعه من غير حاجه. المستشفى اللي بدأ بنائها وعد من سيادتك. مش وعد انا وزير الصحه ايا كان يا جماعه ايا كانت النتيجه. المتغمر دي زي ما قلت وطني اللي بعشقه. مصر دي يعني مصر دي تبقى بشلوش قريتي تكبر تبقى نظام تكبر تبقى المنصوره الجميله دي عاصمه الجمال خلاص تكبر تبقى مصر. فمن غير حاجه بعمل ده عشان اي حاجه بعملها بحس انا بعملها في بلد. خد المايك ده عشان معاك. مرتضى منصور بيقول للناس اللي بتقول لك انت غلطان انك نزلت الدوره دي، وناس ثانيه بتقول لك ان احنا نزولك هيحسسنا انك انت كمان. تقول ايه دول وتقول ايه دول؟ مين اللي بيقول لك ايه؟ الناس من اللي متابعينا بيقولوا دلوقتي ان انت غلطان ان انت نازل الدوره دي، وناس ثانيه بتقول ان انت طب انا عايز اقول نزولك لك هو اللي هيحسسنا ان في انا انتخابات. بعتذر وحياة امك اني نزلت. ده مش طبيعي ده. معالي يا المستشار، ابني روح اتعالج كل مرض ليه علاج. يعني انا السكر بتاعي وصل 600 مش عارف هنا ايه لما نلاقي واحد بنحبه تراكمي ايه بتعالج. الفنان بتاعنا انت مخك كده تعالج. طمنا على صحة حضرتك. معالي المستشار تقول ايه الاهلي متغمر؟ معالي المستشار شايفين الامل في حضرتك ان شاء الله عشان هم جربوني وانا قلت يلا انت جربتني دورتين لقيتني عامل شغل معظم طلباتك خلصتها. تمام. الناس تقول لك طب ما يجي بقى يكمل فانا جاي اكمل. الناس عايزاني
فوق دماغي. الناس مش عايزاني، يتفضل اي مرشح بعد اذنك يا سياده المستشار. تقول بقى للناس بتطبق. معالي المستشار طمنا الاول على صحه حضرتك. الحاله الصحيه بتاعت حضرتك. خاصه وان كان تمر بازمه صحيه في الحبيب بعد الفيديو اللي كان على سفر حضرتك وكنت بتتكلم على ازمه صحيه طمنا. الحمد لله. تعافي بيجي واحده ربنا كرمني عشان كل الناس سألوا عليا، سواء المسؤولين سيادة المستشار رياضيين راجع وربنا بيختبر من فترة لفترة. شايف؟ تقول ايه الاهلي متغمر معانا المستشار؟ بحبكم. بقول لكل اهل متغمر بحبكم، رجاله وستات وعواجيز وصغيرين. شكرا. يلا. الارض بتاع نادي الزمالك دي مش هترجع يا مستشار؟ شفتها ازاي؟ لا انا شفت عليه العبيط اسمه يا مستشار يا مستشار. واحد بيقول لي رئيس وزراء ايطاليا انت حلوه قوي، طب ما اغني لها على الباشا على الباشا. يا ريس بنحبك 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 يا ريس بنحب. يلا يا جدعان عشان مش انا يا باشا اللي بعت مش انا اللي مش انا اللي بعت يا باشا، الولد الصغير بتتحرك. ربنا معاك يا ريس. فتحي فتحي صدتك بقى لما تكون انت كنت نائب 5 سنين ما عملتش حاجه حتى قريتك ايه بالنسبه طب انت رغم تعب حضرتك الشديد شايفين مصمم انك تنزل وتنزل محل زي ده. سيبك مصمم، ما انا بخدم الدوله لسه قايل ما انا بخدم الناس على ايد انا يا فندم من شهر حضرتك مرجع اكتر من 250 واحد، اكتر يعني ملايين حضرتك رجعتها بكلمه التليفون. هم موجودين هنا يا فندم بالسبعه. انا موجود اهو موجودين يا فندم اهو. راحوا لبتوع الدايره النواب طردوهم يا فندم. طردوا موجودين بالصوت والصوره كلهم موجودين. انت تخدم الناس اتفضل. داخل عشان تتربح، داخل علشان تستغل الحصانه بشغل اي كلام. مش هيفرق. بقول تاني بحذره لو وقف ناس على الكوبري تاني بالشؤون وقال لك ممنوع حد يخش قريتي، انا ببشرك بس انا ممكن اعمل كده في قريتي. صحيح انت تعمل كده. دخلنا في شغل بلطجي. انا بقررك من اللجنه العليا للانتخابات هتتشتم. احترم نفسك، احترم الناس، وانا اقول واحد. خدت اخر رقم ولا رقم كام؟ اخر رقم رمز رمز ايه؟ على مدار 5 سنين رمز ايه يا سياده المستشار؟ احنا كنا بنيجي نحضر رمز ايه يا سياده المستشار؟ السفينه نشوف خدمات رمز لاهل السفينة. قريتك قدامنا بالناس اهل دايرتك. هل خدمه الدايره او خدمه المواطن مرتبطه بالكرسي؟ لا، عند ناس كل زمن بقيت بتقفل على يعني سياده المستشار كلمه. ثواني يا شباب بنتكلم. الوطن قبل ما اشتغل بلدي اهل ناس سام الناس اللي اتعملت. طب وجه كلمه بقى للناخبين. كلمه للناخبين يا معلم المستشار. رساله للناخبين. رامز ده قديم 60 قريه فوق ايا كان عدد الناخبين في السوق. كل صوت عندي ليه وانا الحمد لله بفضل الله لفيت كل الكور في مصر الارض رسول. انا بس بستاذن اهلي وعشيرتي في الطيران ان انا هرجع مصر استكمل علاجي غيروا لي بس يديك الصحه. نرد عافيتي وارجع بقى الف كل القرى دي. يعني انت مش رايح بشالوش النهارده؟ لسه في رحله علاج. لسه في رحله العلاج.
شفت المشوار ده كان ماشي. حضرتك كلمه كبيره أنا عايز محمد حضرتك كلمه بيتردد مع اجواء من الناخبين يقول لك عملوا ايه؟ في ناس كتير تقول لك قطع الانتخابات، رسالتك ايه ليه؟ لا 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 بص، الانتخابات دي شهاده، كاتم الشهاده قاسم الطبع، انزل وشارك وتختار اللي انت عايزه. قول تاني، اختار اللي انت عايزه. الفيلم القديم بتاع الدوره اللي فاتت كنت في صندوق المرتضى طلع لي سيد، مش هيحصل. لا حكومك المره مش هيحصل. هو عارف وسامعني وحذرته وحذره تاني. بلاش اللي انت عملته في الانتخابات اللي فاتت، وبعدين تبقى انت عارف ان انا طالع الاول للمره الثانيه على مستوى الجمهوريه وتجيب لي عيال صيع يا صاجد يا صاجد، يعني ده انت مفروض يا اخي. الواحد طالع الاول على الجمهوريه والانتخابات اللي هو اعترف اللي كان بيقول الصاجد ده، اعترف ان انا كنت مسؤول على الهوا، طلع باشا مدفع له يا باشا، اعترف بلسانه. مدفع له. عشان بس انا محمد السياسيين دول يا ريس. جمهور الزمالك عاوز يطمن على حضرتك وعلى حالتك الصحيه، فدي امانه فلازم يطمن الجمهور عليك. الحمد لله. فاضي بس مش طب بص يا استاذ، خليك زي ما انت. خليك زي ما انت طبعا. احنا بنعمل لك ايه بقى؟ انا عامل لك ايه؟ حاجه محترم واقف، عامل مع ناس مجتهده وقيه واحترام. بشكر تاني المستشار حازم بدوي والمستشار احمد الدميري. حضرتك رجل، معلش انا اسف، حضرتك رجل دوله، شفنا الدكتور اشرف صبحي بيروح لك البيت وبيزورك، شفنا الفريق كامل الوزير بيتصل بحضرتك، شفنا قيادات كبيره جدا في الدوله المصريه بتتصل طبعا على حضرتك. ده انعكس شيء فيعكس قيمه رجل الدوله حتى لو ما كانش في منصب حالي. والله انا راكب عربيتي وجاي لقيت سفير الامارات بعت لي الخبر ده. بشكر كل الناس اللي خايفه انسى حاجه. صرف النظر فريق كامل، دكتور خالد، كل ده متشكرين. لكن اهم الناس مواطنين عاديين وسياسيين وفنانين وبرلمانيين ورياضيين، ده حب الناس. وحميد منصور يا فندم بنقول لك نورتنا. متشكرين. نورتنا والله. انا بحمد ربنا انه عافاني لان الضربه كانت شديده. بقول تاني، اتقال الفيديو قبل كده، اوعى تشمل عدوك في مرض ليه؟ هو عدوك ده هو اللي جاب المرض واللي جاب الموت؟ ده ربنا. شويه يعني مش معقول يعني هو حضرتك ضامن ان ما جالكش مرض او موت؟ بقول لك مش ليا الحمد لله، ما حدش شمت يعني، لكن بقول لاي حد ما تشمتش في عدوك لما يجي له مرض او صدر. ليه؟ لان دي حاجه بتاعت ربنا ممكن تحصل له. تمام؟ لان انا شايف ظاهره، مش عارف الدكتور مين توفى يروح في 60 ده يخرب بيته. مفيش كده يا جماعه. المده بتاع ربنا والمرض بتاع ربنا. بدليل موقف الكابتن محمود الخطيب اول ما حضرتك عرفت ان هو مريض، فورا الانتخابات انتهت. ولو لما ممدوح عباس سعيد احمد مرتضى راحوا زاروه، واحنا كنا في المؤتمر ولما عرفت ان كابتن حسين ايوب راح المستشفى قلت ربنا يشفيه. ربنا يشفيه. ايه راي حضرتك في رشح؟ لا اصل هو انا عارف الخطيب هينزل. مدام بتحب واحد 46 بطوله، بقول له امشي عشان فاضل لك شهرين. وواحد اسمه حسين لبيب خسر ال 46 بطوله، اقول له اقعد عشان فاضل لك سنتين. ده عشان شهرين همشيه، وده عشان سنتين هقعده. لا 46 بطوله حسين لبيب كسبهم في سنه، اللي هم كسبهم محمود الخطيب. مش من منطق ان انا اقول لجمهور واعضاء جمعيه العموميه الراجل ده ما دام ناجح الناس عايزينه يكمل. طب يرد حضرتك ان كل حاجه بيقولوا ده دي مخلفات على مرتضى، ده دي اخطاء على مرتضى. سايب 2 مليار، سايب 46 بطوله. تمام؟ انا سايب لك 200 مليون بتوع كهرباء، سايب لك 700 مليون. الصدوم بالمصري. ما بقاش ناقشت ولا تتكلم انت. لا يا فندم اتفضل حضرتك. تمام؟ كل ده كذب وتحديد. قال لك ايه هو عليه 2 مليار، لو راجل فنطهم. يا عم انت بتقول خالد ابو طيب، انا قلت لكم قصته هم اللي سابوا القضيه مع حضرتك. يا عم عندي 90 مليون، ال 2 مليار دول بتوع ايه؟ قول لي بقى. فنط يا ابني، فنط. انت مش راجل؟ ابوك قاعد ينجحك في المدارس عشان عنده مدرسه؟ فنط. حضرتك اتفضل فنط. لو راجل فنط. الضرايب انا ماشي بالضرايب، وزير الماليه قال زيرو. نادي الزمالك التامينات كان محجوز، دفعت الفلوس كلها اترفعت الحاجز. مع وزير تمام؟ لكن الضرايب بقى
لما المليار بتحداك يا حسين يا لبيب طلع الجوابات اللي جايه لك انت من الضرايب كلها عليه هو صحيح. كلها عليه قبل ما جانا، فمش عايزين اونطه. اللي عمال يقول لك ايه؟ الارض اتسحبت احنا مش لاقيين ناكل، تمام؟ الزمالك هيموت يا ابني. الارض دي مخصصه نادي واستاد، الدوله ادتها لك كده. حضرتك بعت 30 فدان ب 800,000 جنيه، اسف 800 مليون جنيه، ثمنهم 6 مليار. الباقي ده فين؟ طب عاوز ايه يا فندم من غير موافقه كمل جماعية؟ بقى كلامي. فين موافقه جماعيه عموميه؟ انت بعت للدوله قالت لك مش موافق. طب انا بقى هفترض الارض هترجع بكره كلها بنفس المساحه في نفس المكان، لما ترجع هيبقى فيها بترول؟ لما ترجع تقدر تبيع حاجه فيها؟ طب يبقى انت عملت ايه؟ بالعكس، لما الارض ترجع يعملها لك مشكله، انت اللي لازم تدبر فلوس عشان تبني استاد والنادي، تمام؟ الحجه بقى اصل احنا مش لاقيين ناكل عندهم. استاذ مقرر عايز بس أحسن واحد مسكته والله. وحضرتك تعقب عليه. والله احسن واحد مسكت الزمالك. نادي الزمالك حصل على 800 مليون، ده تصريح رسمي، على 800 مليون جنيه من بيع وحدات اداريه بارض 6 اكتوبر. ممنوع طبقا للعقد والقانون. والفلوس دي متجمده حتى الان. لا 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 اتصرفت يا باشا. الفلوس دي المصيبه هي نادي ايه؟ عشان اللعيبه مش كده مدربين. حاططها حاططها في حساب خاص باسم واحد اسمه احمد وطن. ده مين ده بقى؟ ده محاسب بتاع ممدوح عباس. مش انت الفلوس دي بعت يا عم؟ بعت غلط. الفلوس تحطها فين؟ حساب النادي. حساب النادي. عمل حساب خاص عشان تسرقوها؟ بلاش قرف، ده انتوا شله وسخه. الجمهور الزمالك تتعادل ازاي طيب؟ حالة بصراحه الوضع اللي جاي شايفها ازاي؟ عايش حاله من الاكتئاب واليأس ومشاكل كل يوم. اصل في بعض الجمهور قال لك ايه؟ مرتضى منصور يغور خلي نادينا يشتغل. الناس دي والله شفت النور. فندم دلوقتي في الموضوع بيقول لك على العزبه اقسم بالله غلبان والله، ضحكوا عليه. طب الحل الدوله مش لاقي حل. الدوله مش لاقي حل. الدوله عايزه تمشيهم، كلامك بوضوح، عايزه تمشيهم بوضوح، كل الدوله واجهزتها. مين البديل؟ مش لاقيين حد. والله طب هل في زياره الدكتور اشرف صبحي لحضرتك اتكلمتوا في الموضوع؟ لا لا ده يزورنا العيال. ما اتكلمتوش في اي حاجه تخص الرياضه يا باشا خالص. بحبك والله يا فندم. اتفضل يا مهندس الشاطر. لا والله تاخد ايه حضرتك؟ لا مش شايف اجيب والله. طب انت شايف ايه اللي ممكن يتغير يبقى فيه برلمان؟ والله يا رب يا رب يبقى في اعضاء منتخبين مش جايين بالطريقه بتاعت قمه شرم الشيخ يا ريس، شفتها ازاي؟ انا قلت اطمن. حضرتك كنت من اول الناس اللي باشا انا عملت بص قلت فيه لا نستقبل هذا البلطجي المجرم اللي ايده ملوثه بالدماء رسول الحسن ترامب باسلحته قتل ولادنا واطفالنا ترامب كان بيحرك حته حلوه هو يا باشا ألف والله يا سلطان. على فكره ما انا جوزها لك آمن يا جاي، أنا بحبك، أنت إن شاء الله ربنا معاكم، ربنا تعالى منتدى منصور، تعالى منصور. شايف الحب ده ازاي يا سيادة المستشار؟ مش عارف تنزل من العربيه. تعالى اتفضل. لا ده مشرف الاداره كلها والله. رساله اخيره بقى صعبه. زحمه بس ايوه عشان ما تسيبوش بقى وتخرج. وانتوا عارفين ده نزل قبل كده عمل ايه وده نزل قبل كده عمل ايه. بالك مع احترامي لكل المرشحين في الجمهوريه. اتفضل يا وزير. نشكر حضرتك جدا وبالتوفيق ان شاء الله يا سياده بالتوفيق. نفديك يا منصور بالروح بالدم، نفديك يا منصور بالروح بالدم، نفديك يا منصور بالروح بالدم. يا جماعه بعد يا جماعه يا استاذ جاب بالروح بالدم، نفديك يا منصور بالروح بالدم، نفديك يا منصور بالروح بالدم، نفديك يا منصور. هنا
بالروح بالدم نفديك يا منصور، 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 بالروح بالدم نفديك يا منصور. سيادة المستشار طبعا شروش امتى؟ مجلس مرتضى منصور من جديد ان شاء الله. مرتضى منصور يرجع ان شاء الله يسمع الزمالك معانا. بالروح بالدم نفديك يا منصور. انت شايف حاجه ريس على باشا ريس باشا ريس بالدم نفديك يا منصور، بالروح بالدم نفديك يا منصور.